بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة احنا هننضف الجريل بأسهل طريقة. طبعا بعد فيديو الشوي الجريل ده لازم يتنضف، مش هنسيبه كده يعني. فهقولك على طريقة أسهل ما تتخيل. الجريل هو لسه سخن على النار، حتى لو كان برد مفيش أي مشكلة، ولا عليه النار تاني وحطيله مية. وهنا هنحط البيكنج باودر، وهحط كمان خل. دول المكونين اللي يقضوا على اصعب الدهون عندك. وهبدأ اقلب بالمعلقة او بشوكة خشب، يعني اي حاجة عندك تكون خشب من اللي بتستخدميها في الاكل. هبدأ احرك هنا مع المية. لما تبدأ تغلي هتلاقي الترسبات اللي هي مكان الشوي بدأت تفور وتطلع على الوش حتى من قبل الغليان. شوفي هنا وهنا بدأت تظهر على الوش. تسيب الجريل او الطاسة بتاعت الشوي وتبدأ تطلع. هنا انا بساعد بحركة خفيفة، وحاجة بتكون خشب، ما تعمليش بألمونيا ولا ستانلس، علشان الخشب بيكون حنين على الحاجات اللي هي التيفال والسيراميك والحاجات دي كلها. زي ما انتوا شايفين بدأت تعوم على الوش زي ما انتوا شايفينها كده. وهبدأ احرك على الخفيف. لو انت مش عايزه تعملي الحركه دي مفيش مشكله، بس انا بعملها بتساعد يعني. وبمشي مع الخطوط اللي جوه الجريل وهسيبها لما تغلي زي ما انتوا شايفين كده من قبل الغليان. بصوا شايفين انا بوريكم بالمصفى، يعني انا مش محتاج ان انا اصفيها دلوقتي، بس انا بوريكم ان هي ازاي بدأت تطلع على الوش. هقفل الجريل واسيبه يغلي. اما الجريل اللي هو المفتوح ده فعادي يعني ما فيهاش اي مشكلة، يعني مش لازم تغطي، بس انا بغطي كعملية تسريع يعني. وكمان علشان البخار اللي طالع من الجريل بينضف الجريل الجزء اللي فوق، لان الجريل ده بيبقى اتنين. ممكن لو انت عندك النار متواصلة ممكن تبقي شغالة على الجريل في الناحيتين، اللي فوق واللي تحت. هنا انا هسيبه لحد لما يغلي. ولو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا وما حطيتيش اللايك يا ريت تحطي اللايك، ولو انت مش مشتركة شرفينا باشتراكك. ويا ريت اللي ما اشتركوش يشرفونا. هنا بدأت تغلي. انا هديها من وقت الغليان مدة دقيقتين، ولو عايزة تطولي خليهم 5 دقايق، اكتر من كده مش محتاجين. التنظيف هيبقى بليفة سفنج، مش محتاجين بقى سلك ولا ليفة خشنة ولا اي حاجة. انا بصفي هنا الرواسب اللي كانت موجودة في الجريل، بصفيها بمصفى علشان مش احنا ننضف الجريل ونسد الحوض. تمام. فانا بصفيها وببدأ اغسله. شايفين الغسيل سفنجة خفيفة، ولا دعك ولا تعب ولا اي حاجة. هينضف معاكي بكل سهولة وبمكونات موجودة عندك في قلب البيت. واي دهون عندك استخدمي معاها الخل والبيكنج باودر. احنا عملنا مذيب للدهون قبل كده، والحاجة الأساسية فيها كانت الخل والبيكنج باودر. هنا أنا هنضف الجريل التاني اللي هو بيتقفل. طبعا أنا بشتغل وهو سخن، فانتي خلي بالك من ايديكي وانتي بتصفي علشان ما يحرقش ايديكي. زي ما انتوا شايفين البخار طالع منه لأنه سخن، وأنا بصفيه. وهبدأ أغسل. طبعا هو سخن ولسعني، واللهم أجرنا من نار يوم القيامة. اللهم لك الحمد والشكر. هنا انا هصفيه. طبعا انا عندي مشكلة في الحوض ان المصفى بتاعة الحوض في النص، فانا جايبه له شبكة. لو انت عندك نفس المشكلة دي اعمليها. الشبكة دي من اللي هي بتجيبيها وتحطي عليها الاكل على السفرة او على الازاز او على الرخامة. بيرفع الاكل عن الرخامة او السفرة. فانا جايبه واحده وحطها في الحوض، علشان الحوض ده مجرد ما بحط فيه اي حاجه بينسد، لان المصفى بتاعته في النص بالظبط. وغسلت على خفيف وخلاص، هي كده نطفت وغسلتها ونشفتها. وزي ما انتم شايفين الجريل ما فيهوش اي نوع من انواع الدهون
زي الفل. حتى المفصلة بتاعته من فوق ومن تحت، والبلاستيك اللي هو الاطار بتاعه اللي هو السيليكون نضيف جدا زي ما انتوا شايفين كده، ومفيش اي حاجة. وانضف من كده مش مفيش يعني، ولا تعب ولا دعك ولا اي حاجة. اتمنى ما تنسوناش في اللايك والدعم والاشتراك، وتعرفوا اصحابكم بالقناة وبالفيديوهات عشان الفايدة تعم. وهستناكم ان شاء الله في فيديو جديد من قناة اسرار المطبخ مع سميح. في رعاية الله وامنه. مع السلامة.